عمرك فكرت إن الوقت هو النعمة اللي عند كل الناس بالتساوي؟ 24 ساعة في اليوم، لكن الفرق في مين بيستغلها صح. الوقت هو الحاجة الوحيدة اللي بتقل كل لحظة وإحنا مش واخدين بالنا. الوقت هو عمرك اللي بيعدي، اللي ممكن في أي لحظة يخلص وإنت فاكر إن لسه في وقت. تعالوا نسمع إيه اللي حصل مع آدم. أنا ميرفت الداوودي وده بودكاست قطوفها دانية. آدم شاب لسه مخلص كليته من سنة، كان عنده طموحات وأحلام لكن كل مرة بيأجل. هبدأ أحفظ قرآن من الشهر الجاي، هتعلم حاجة جديدة بس السنة الجاية، هبدأ كورس الإنجليش أول الأسبوع. عدت السنين ورا بعض وفي يوم وهو قاعد لوحده لقى نفسه في نفس المكان مع نفس الأحلام، لكن الوقت كان راح. شاف صورة ليه وهو صغير وحس بندم كبير وقال: ضيعت عمري وأنا فاكر إن لسه في وقت. وهنا افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه. قرر من اللحظة دي إنه يستغل كل ثانية، بدأ يتعلم ويقرأ ويتقرب من ربنا، بدأ يدرك قيمة كل لحظة في حياته. الوقت مش عبث، كل دقيقة ليها حساب عند ربنا. هنتسأل عن وقتنا، فكر كويس كده، هتجاوب تقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. كل ثانية هي فرصة جديدة، ما تضيعهاش، لأن اللحظة اللي بتعدي ما بترجعش تاني. ما تخليش يومك يعدي من غير ما تستثمره في حاجة مفيدة. ابدأ من النهاردة، اقرأ وتعلم، خلي ليك ورد من القرآن، خليك إيجابي واصنع لنفسك حياة جديدة. واستنوني بكرة مع حكاية جديدة، وكل يوم هناخد من الخير حبة وقطوفها دانية.